الناس بتتجوز ليه؟ في كيمستري. انت عايزه حد يبقى صاحبي اكتر ما يبقى جوزي، انا اقول له بقى ايه اللي بيضايقني ولا هو المفروض ان هو يفهم لوحده؟ عشان مش كل حاجه تستاهل انك تقفي عندها. لو انت اللي صلحتيها هيتصلح على طول. مين اشطر من التاني في النكش؟ ما بحبش النكد الصراحه. محدش فاهم، مش فايقين وهو دمه النكد. خفيف. اه مسخره، قلت لك مساء الخير ما مسكتيش فيا ليه؟ يعني فاهمه اللي هو بيبقى عايزك تصالحيه برضه. الراجل اللي دمه خفيف ده رزق فعلا، لانه بيخلي الحياه لطيفه كده. دي بقى انا موافقه على كل اه القله دي. لا هو اعقل في الحته دي قوي، هو مستحمل كتير. دي سالي شاهين قررت تقعد على الكنبة تتكلم مع الستات عن العلاقات الزوجية، وبخفة دم هتتكلم عن مشاكلهم مع الرجالة متجوزين أو منفصلين، عشان نقول لكم بشكل لذيذ وطريف إن الحياة مستمرة ومكملة. ليلى منوراني ومبسوطه قوي ان احنا اخيرا اخيرا اتقابلنا. انت عارفه ان انا بحبك قوي من زمان. وانا كمان والله مبسوطه قوي ان انا بس معاكي. انت عندك حكايات وروايات هنتسلى النهارده. يلا بينا. اول سؤال، الناس بتتجوز ليه؟ الناس بتتجوز ليه؟ مم. انا اتجوزت واتطلقت واتجوزت تاني. فيمكن اول جوازه اكيد بتبقي بتحبي البني ادم، اكيد يعني انا مش من نوع الناس اللي هتجوز عشان اتجوز وخلاص، بس بتبقى مور بتحبي، شايفاه لذيذ، بس حياه بقى وتتجوزوا وتخلفوا. بس اكيد او يعني انا من الناس الفيري ايموشنال، فاكيد لازم يبقى في حاجه تخليني اتجوز، مش عشان جوازة صالونات او فاهمه قصدي. طب نغير السؤال، الناس بتتجوز تاني ليه؟ هقول لك بقى بتتجوز تاني ليه. انا عن نفسي شايفه ان تاني جوازه بقى اتس يور تشويس، يعني مش بقى عشان عايزه حاجه معينه. تاني حاجه دي تاني جوازه فور ذا كومباني. عايزه حاجه معينه دي اللي هي فكره ان احنا كبنات من واحنا صغيرين عايزه بيربونا تتجوزي تخلفي لازم تتجوزي حد لذيذ. لكن تاني جوازه دي هتتجوزي عشان انت عايزه البني ادم ده. انا بالنسبه لي فور ذا كومباني، يعني تسافروا سوا، تنبسطوا سوا، عندكم حاجات كومن، تهزروا سوا، ونس فعلا. انا بالنسبه لي تاني جوازه كده، كنت عايزه حد يبقى صاحبي اكتر ما يبقى جوزي. طيب الجواز او رحله الجواز دي عشان تحسي ان هي عشان هبني بيت، هي رحله ولا اتنين بيكملوا بعض؟ انا شايفه اتنين بيساعدوا بعض انهم يكملوا حياتهم بطريقه لطيفه. اكيد كلنا ساعات بنتضايق، ساعات بننبسط لما يبقى معاكي بارتنر بيفرح لانبساطك، بيفرح لنجاحك. بتبقي زعلانه بيسمع لك، بيتضايق على زعلك. عارف يعني انا مثلا جوزي بجد والله اكيد عشان الناس ما يقولش مثاليين، ما هي تاني جوازها برضو. لكن دايما بحس حتى لو زعلت هو عارف امتى، دي عمري ما بنساها له، هيفتح الموضوع معايا، وامتى هيسمعني بس ومش هيدي رايه خالص، عشان ممكن اللي هيقوله لي يضايقني سنه، فهو عارف يعاملني ازاي. هيستنى شويه لغايه ما يقول لي بس انا شايف ان كان المفروض تعملي كده، وساعتها هيتكلم في ساعتها، عارف امتى ما يقولش وامتى يقول. فاهمه قصدي؟ والمعرفه دي بتيجي بالوقت ولا بتيجي ازاي؟ اي ثينك بتبقى بالعشره. اكيد في الاول في حاجات كانت بتضايقنا من بعض، بس بالعشره خلاص. بقول لك والله مش كلام، اكيد في مشاكل ساعات، بس انا بحس ان احنا اصحاب مش متجوزين. اي بس لما الاتنين بيتعرفوا على بعض ما بتبقوش عارفين بعض، انا اقول له بقى ايه اللي بيضايقني ولا هو المفروض ان هو يفهم لوحده وانا المفروض افهم لوحدي؟ عمرك ما هتقولي لازم نفهم. اي ثينك العشره بتبين، وساعات بتيجي على نفسك في حاجات، يعني اكيد حاجات بتضايقني وبحاول اطنش بقى. مثلا اول جوازه كان ممكن مش هطنش على حاجه، دلوقتي لا ممكن اطنش، عشان مش كل حاجه تستاهل انك تقفي عندها. هتطنشي علشان كان في تجربه قبل كده فتعلمتي، ولا فكره ان الشخص اللي قدامك طريقه التعامل معاه هي اللي بتخليكي ان انت تقولي لا ممكن يستاهل ان انا اطنشه؟ حاسه الاثنين، بس برضو اللي بتحبيه وتحسي ان عشرته حلوه، الراجل لما يبقى دمه خفيف ولذيذ كده، يعني حتى لو اتخانقتي بيشجعك ان انت تديله. لا بتقولي بتفتكري له كمان حاجات. ساعات بتضايق منه جدا اقول بس هو لذيذ في حاجات تانية كتير. فاهمه قصدي؟ ايه اكتر حاجه بتضايقك منه؟ لما بيغير سنه بيتقمص سنه على حاجات معينه وما يتغيرش عليها اصلا. اوكي، يعني الحاجات اللي ممكن حد ما يغيرش عليها خالص، ممكن سنه انا بتضايق من القمص، او بس حرام هو لو اتقمص هتقمص مره او اتنين في السنه، يعني او مش مده كل طويله. لا خالص، لا مده طويله. ممكن يقعد اسبوع او اسبوعين
لازم لا. تنكشيه يعني فعلا؟ وساعات كتير نتخانق واضحك، يعني مثلا نيجي في وش بعض في البيت مساء الخير في ايه، فاهمه؟ بس عايزك انت، لازم انت اللي تنكشيه مش هو اللي يجي يصالحك. لو انت اللي صلحتيه هيتصالح على طول. مين اشطر من التاني في النكش؟ يعني لما تبقى أنا. حد انت انا اللي بقعد انكش فيه. مم. بس تعملي في ايه؟ بس ما تزعلش، الموضوع مش مستاهل، او انكشه في حاجه بيحبها مثلا، بس برضه عشان ما بقاش مفتريه، هو اجمل بكتير والله. هو يعني هو اطيب. هو اطيب يعني. لا انا بس برضه لا طيبه. انت طيبه، اه انت حتى طيبه قوي. انت جميله والله، ثانك يو. بس هو لا يعني عنده حته والله، ولا انا نكديه ما قوي هو ولا انا هو، بس هو لا يعني ما بيحبش يعني يصحى يعمل لي نسكافيه يعني بجد. يعني الحاجه مش الوحيده اللي رجاله كتير فكرت كده. فيها ان انا متخيله ان انت يبقى زعلك ياخد مده اطول وصعبه ده المصالحه. انا في انت ثانيه، في ثانيه في ثانيه ايه؟ بتصالح. فعلا؟ اطلع ولو حد قال لي كلمه حلوه في ثانيه اه بنسى. ده اللي انا ما شكيت اقدرش فيه. انام زعلانه من حد. هو اللي ياخد وقت مش انت؟ ممكن يقعد اسبوعين يا نهار ابيض. وعلى حاجه ما تستاهلش، فاهمه؟ بتعملي ايه في عشان الاسبوعين دول؟ كرامته بقى ما يقولش انه متضايق. فبس دلوقتي خلاص حفظت يعني. بتعملي ايه اسبوعين قاعدين بصي زمان كنت اقول الله بريك بقى، ناخد بريك يعني هسيبه زعلان شويه بقى اقعد براحتي، فاهمه؟ بس دلوقتي خلاص حاسه، مش بحس بجد والله الدنيا مش مستاهله. مش ان انا مثاليه، بس في حاجات مش مستاهله تقعدي تكملي في نكد. ما بحبش النكد الصراحه. ما حدش مش فايقين وهو دمه النكد. خفيف، اه مسخره. يعني في ثانيه بقول لك يتصالح. يعني اللي هو مره انا فاكره كويس قوي اتخانقنا على حاجه، فهو اللي بيعمل لي نسكافيه. دي تبقى مصيبه، انا عندي مصيبه نسكافيه الصبح ده. هو لو لازم. نزل قبليه اصحى، هو راح فين بس؟ هروح شغل ازاي مثلا؟ النسكافيه دي مهمه جدا بالنسبه لي. فيوميها كنا متخانقين، وكان لما يتقمص يروح اي حته، يروح يخرج مع اصحابه، يروح يقعد مع مامته شويه كده. فمثلا انا بعمل نسكافيه مساء الخير، فاقول له مساء الخير، فيروح مكلمني، هو انا مش قلت لك مساء الخير؟ ما مسكتيش فيا ليه؟ يعني فاهمه اللي هو بيبقى عايزك تصالحيه برضه. فهو دمه خفيف الصراحه. الطيبه والحنيه بتخليكي ان انت عايزه تكملي، بتخليكي ان انت عايزه تعيشي. هو حنين جدا. امم واكتر حاجه بحبها فيه بقى انه بجد والله مش هو واثق من نفسه. انا بعمل حاجات كتير قوي، طبعا. وبقابل ناس كتير قوي، وبشتغل كتير قوي. لما عرفنا بعض، احنا تاني جوازه، فاحنا لما عرفنا بعض كان ثوره. كنت فاضيه بقى، ما بعملش حاجه طول النهار، انا اللي بكلمه طول النهار في النادي، طول النهار بننط في كل حته شويه. بجد بحس انه صاحبي، مش يعني مش ان احنا متجوزين. بس بعد الثوره ابتديت بقى اشتغل جامد جدا، وجي حاجات جديده في حياتي بعملها. فلا، مش اي راجل يفرح لنجاح مراته كده، او يكبر مراته كده، يعني مبسوط لنجاح. بصراحه اشهد له لا. واحد غيره كان زهق من زمان. يعني النهارده لما قالوا لي برنامج بقى والعلاقه الزوجيه، قلت مش هقدر اقول حاجات كتير، هيسيبني انا بشوفك اصلا يعني. بس السؤال بقى دلوقتي، النهارده الست الناجحه قوي والراجل بيبقى ناجح قوي، وبرغم ان هو ناجح قوي ممكن يشوف الست ان هي تهديد ليه، اللي هو ليه ادخل ده حقيقي. صح؟ يعني يحبها تبقى تحت جناحه ما ده اللي أكتر. انا بقوله. بس هو مش كده، بالعكس. حتى لما بتعب بيضايقني، لو اتضايقت في الشغل، ايه ده؟ لا ده انت عملتي حاجات كتير قوي. يعني لسه من يومين كنت زعلانه شويه في حاجه بعملها في الشغل، قال لي انا فاهم انت متضايقه ليه، علشان انت ده البيبي بتاعك وانت كبرتيه، وانت يعني دايما عنده الحته دي. وبشوفها كويس قوي، حتى وانا بتكلم في ايفنت ابقى قلقانه، ابقى بصله هو باصص لي فرحان بيا. مش اي راجل كده الصراحه. طب لما قلتي ان الراجل رزق او جوز رزق، علشان الامان ولا السعاده؟ اكيد الاتنين، بس الامان اكتر. الامان. ان الراجل يحسسك بامان. يعني جوزي لذيذ برضه وعايش وعنده صحاب بنات كتير، بس لا عمري ما حسيت، ربنا يستر عشان بشتغل كتير بس عمري ما حسيت انه ممكن يعمل. يعني اكيد هو كمان كان خلاص اكيد هدي عن زمان، بس برضه ما حسيتوش. عمره ما حسسني ان مهما انا بشتغل هو مش هيبقى موجود. او عمري ما حسيت، يا رب يعني يبقى احساسي صح، بس عمري ما حسيت انه هيمشي، او مهما اتضايقنا او اتخانقنا. بالعكس، انا عارفه ان مهما زعلان او مهما اتخانقنا
بس لا هو عايز يبقى موجود. يعني مم. هو فارق معاه قوي ان احنا مع بعض ويزعل قوي ساعات. اقول له انت المفروض تنبسط ان انا مش موجوده. اي راجل ينبسط قاعد في البيت لوحدك تتفرج على موفي تعمل حاجه. لا هو بيزعل يعني طب انت بيزعل. جايه امتى؟ انا مش قلت زعل لا، خصام انا يعني. قلت هو مشغول، فكويس ان انتي مشغوله علشان ما تضايقوش بعض، يعني انه كل واحد بيعمل لا حياته. بيحب نبقى مع بعض، بحس كده بيحب يقضي وقت معايا. هو احنا اول ما عرفت كنت تضحكي انت كنت فاضيه اصلا، انت بتعملي مشغوله فجاه عارفه مم. يعني. لا بالعكس بحسه بيحب البيت جدا. طب الست في اي علاقه زوجيه بتبقى سند، بتبقى هي اللي يعني الست الحنين، هي اللي بتطبطب، هي اللي بتبقى موجوده. ازاي بتقدري تعملي البالانس ده او التوازن ده ما بين هو ان ده السؤال انتي اللي انا خايفه منه. ما بين ان انتي تبقي هي سند يعني وما بين هتشتم واجباتك قدام ليه السؤال ده؟ في ليه يا الشغل شالي ليه ليه؟ السؤال؟ بصي اكيد مقصره، انا حقانيه. مم. يعني اكيد بشغلي اللي انا فيه ده لا برجع يعني. والله ساعات ببقى مش قادره اقوم اقفل النور، يعني مش قادره اتحرك. عايزاه فاقول له الحمد لله انك جيت، ممكن ميه؟ يقول لي انت مستنيه بقالك 4 ساعات عشان اجيب لك ميه يعني. لا بحس مم. لا هو اعقل في الحته دي قوي، هو مستحمل كتير. بس لو حد جه جنبه حتى في حاجه هبله، قرايبه بقى صحابه اي حد ضايقه انا بتحول لوحش يعني. انا بحس يمكن انا بس بسنده في اي حاجه بيحب يعملها. يعني مثلا لو عايز يعمل بروجكت جديد مم. وكل الناس شايفه ايه ده، يعني هو جاله فتره قرر يسيب الكوربريت لايف كلها وانه يعمل بيزنس هو عايز يعمله. اي حد تاني كان قال لي لا انا طالما حاجه بسطاه او حاجه مفرحاه لا هقف جنبه وفي ظهره. وممكن انت تساليه بقى لا مش هسيبه غير لما يعمل اللي هو عايزه عشان يبقى مبسوط، مش عشان ايه اللي لازم يبقى. طب يعني اوكي ليلى، انا اللي انا شايفاه هو يبقى انت موجوده، بس انت موجوده في وقت اللي هو بس فعلا سيفن انا شويه لازم ابقى ده موجود، حقيقي. انما مش عامله على بس بطال. كيوم يعني برضو مش متوفره، مش بالظبط مرطرطه. لا اه خالص. ودي حاجه كويسه، مش حاجه اكيد كويسه. المفروض الراجل يبقى مبسوط ان مراته برضو سايباه براحته شويه. وان وقت الجد انا موجوده. لا وقت الجد انا موجوده اه. الصراحه، وبنتكلم في كل حاجه، واحب اشوفه بينجح في اللي بيعمله مهما كان ايه مبسوط. يعني بنبسط من انبساطه. بس بيتهيألي السرطان برضو بيحبوا الناس تنبسط، امم. يعني جيفنج قوي. وحنينين. حنينين حنينين قوي على اهلهم حنينين واصحابهم وكده. الصراحه اه. حنينين. امم. بيحب بنتي جدا، امم. انا بحب ولاده جدا، دي حاجه حلوه قوي برضو. ولادنا اصحاب انتوا فيمكن الاثنين يعني انتوا الاثنين حنينين. حاسه ان في يعني في كيمستري، امم. في كيمستري الصراحه. ما شاء الله. طيب بخبرتك كده، ايه الغلطة اللي الستات ممكن تعملها في اختيار الزوج التاني؟ اسفه قوي بقى ان برضو ما تفكر يعني الزوج التاني اختيار، ولازم تفكري بعقلك شويه. يعني مش هتجوز واحد تاني عشان بموت فيه وبحبه، لا انا بحب جوزي جدا بس اقصد واحده بقى وشايفه فيه عيوب الدنيا تبقي بقى هبله او عبيطه. يعني لو فاكره ان حد هيتغير، ما حدش بيتغير ولا احنا ولا هما، هي طباع ما صح. حدش بيغير صح. طباعه. فلو انت فاكره انك هتتجوزي والغلطه الرهيبه، يعني طبعا ربنا يكرم الناس كلها. احنا مثلا قررنا لما اتجوزنا ان انا عندي بنت وهو عنده ولدين، احنا كنا عايزين نتجوز فور ذا كومباني، نبسط بعض نسافر مع بعض. حتى تخلي في الاول ما كناش مقتنعين هنعيش بقى في بيت واحد، طب ويكند احنا اللي حبينا نبقى سوا. فاهمه قصدي؟ ما بحبش بقى حته الخلفه تاني مره دي. ايه ده فعلا؟ طب بس يعني لو حد مش بتعمل ما مخلف تعملش رابطة، يعني دايما يقول بحس لك ايه ما عشان فيش نعمل رجاله عيلة. لا، ما انا مش مقتنعه ان العيال بتربط، العيال امم. بتتبهدل لو الموضوع ما مشيش. وانا فاكره بنتي كويس قوي حبيبتي، شي واز 11 مثلا 11 سنه، قالت لي مامي بصي خلاص لو عايزه تتجوزي اتجوزي بس ما تخلفيش، عشان مش هنجيب بيبي من كل معن، عمري ما هنساه. عشان لو ما الموضوع ما فاهمة. نفعش. فيري فاهمة. سمارت. اه. وبصراحه جامده جدا عاجباني. قوي. لا ده بحس ان هي اللي هي مامتي. ما عندهاش مشكلة ان مامي تتجوز، يعني بس كانت انه اكيد غيرانه سنه بس هي بتموت فيه. يعني هي حتى دلوقتي 25 25 سنه ولو اتضايقت اروح الاقيهم قافلين على الباب عليهم اقول في كارثه هتحصل. يعني بتحكي له اكتر مني. بس اياميها قالت لي عشان لو ما كملتوش مش هنقعد نكلم كل راجل عشان دي. الولاد بقى. هنقعد نكلم كل لا راجل بس عشان ولاد، 11 سنة هنفضل انا وانتي سوا. لا هي جباره، هي مرعبه عندها في 11 سنة التفكير. بتفكر بالطريقة والله دي، قالت دي لي حاجة كده. عظيمة جدا. وهو ما كانش برضو عايز يخلف قوي، عنده ولدين وانا عندي بنت وهننبسط. امم. يعني
مش عايزين بقى فبحس اللي تتجوز تاني وشايفه العيوب وكمان هتخلف، طب ما انت مجنونه بقى. يعني انت بتبهدلي العيال مش بتربطيه بيهم. مفيش راجل بيربطوا عيال. يمكن الست اكتر شويه، ما بقيناش زي الاول. الراجل لو مش عايز، مش بيحبك وقاعد معاكي، مش هيقعد معاكي. هيقعد معاكي ليه؟ ايه رأيك في مقولة ان الجواز مشروع ولازم يتعمله دراسة جدوى ولازم كل اركانه تبقى مظبوطة جدا؟ لا انا خالص. لا خالص. لا لا خالص. طب بحس الجواز انتوا يعني الجواز ده بتيجي انت ما بتقوليش انا هحب ده، انت بتشوفي حد مش بتحبي. هحب ده، بس لازم اختار ده لانه مناسب من الناحية مثلا العائلية، من الناحية العائليه المادية، ده لازم. من الناحية الفكرية. ما هو ممكن اتنين يبقوا حاجات كتير جدا ما بينهم كومن، انا ابقى اوكي. شايفاه ان هو يمكن انا فهمتك انك بتقولي لي ابقى عايزه حد فيه كذا وكذا وكذا. لا بس طبعا الباك جراوند مهم جدا جدا عشان بتبقوا متربيين زي بعض اكتر. بس ممكن تلاقي، تتجوزي انا قصدي كمان الحياه بتاعتنا شبه بعض. ما انا ممكن ابقى متربيه مع حد من اخواتي وانا واخواتي مش شبه بعض، بس قصدي انه يبقى فهماكي. شبهي. شبهك في حاجات كتير. وكمان والله مش بقول كده كلام، حكايه ولاد الاصول بتفرق قوي. طبعا. ولاد الاصول حتى في زعلهم مش غلطين. وحتى لو غلطوا حاجه هبله هيبقوا بيتقوا ربنا. ان حد يتقي ربنا والله ساعات الناس تقعدي بقى لا، اللي بيخاف من ربنا طبعا ده طبعا بيخاف انه يأذيكي، يعمل مش هيقرب بالظبط. منك. يعني لا، وغير كده يعني بيبقى عارف الاصول ايه. بيبقى اهله ناس طيبين. فاهمه قصدي؟ بتفرق لانك مش بتتجوزيه لوحده، يعني بتتجوزيه وبتتجوزي عيلته واخواته ومامته. يعني بصراحه لا، دي مهمه جدا. وانه يبقى يعني انا مثلا خالد فيه حاجه حلوه قوي، متصالح مع نفسه بجد. يعني ايه متصالح مع نفسه؟ يعني بيفرح للناس كلها بجد، بيضحكني. يعني مثلا نفسك في ايه؟ في عيد ميلاده مثلا بجد عايزه اجيب له حاجه حلوه نفسي، وبيتكلم بجد. الصحه والستر وراحه البال. بيفرح لاصحابه كلهم. حتى مثلا لو هو حد جاب حاجه غاليه جدا وكبيره، عمره ما هيبقى نفسه يجيب زيه. حتى لو هو مش قادر يجيبها هيفرح له جدا اكنها بتاعته هو. شبعان قوي. بس ما هي دي. بزياده تتنقطي يعني. لا لا والله يعني اللي هو عملت كذا في الشغل، انت لو عملت كذا كان ممكن تعمل فلوس اكتر بكتير. لا ما انا مش عايز فلوس اكتر وحياة ربنا ايوه مش عايز بس فلوس اكتر. انا مبسوط فاهم. كده، ده اللي انا عايزه. فاهم؟ روقان، بيعيش اليوم بيومه، بيحب الناس كلها، بيساعد الناس كلها بجد. يعني بيخلي الواحد يكسف من نفسه. لا هو بصراحة الغيرة، نرجع تاني لنقطة غير على حاجات ما يتغيرش عليها. يعني لو حاجة غير عليها مش طيب هيغير. حب ولا تحكم؟ حب. حب. مش مع انها عارفه ليه حاجات والله بحاول اعرف. ايوه ما انا بسأل بقى انت حاساها جايه من حب ولا احساسي ان هو ليلى بتاعتي محدش يقرب؟ اكيد برضو الاثنين، بس بحسها حب حب امتلاك كده. اكتر. ولعلمك بيخاف عليا في حاجات. ساعات اقعد اتخانق معاه واقول له ايه ده، لا يقول لي الناس مش بتفكر زي ما انت بتفكري او وبيطلع صح في حاجات كتير. طيب بس يعني يبقى كده هو صح، مش غيره في من غير حاجات. سبب. بس ساعات بقول لك حد يعني لو كلمت مع حد زياده، لو رغيت مع حد ووطينا صوتنا وقعدنا نرغي. يعني دايما مره يقول لي هو يحب بالليل، ها حصل ايه النهارده؟ طب احكي لي. فمره كنت زعلانه منه عمري ما هنساها، قلت له لا انا قررت مش هحكي لك حاجه تاني. قال لي يبقى العلاقه دي هتبوظ. لا وخد الموضوع على نفسه. وبعديها باسبوع يعني انت بجد مش هتحكي لي حاجه تاني؟ يعني هو اللي دايما بيخلينا، هو الطرف اللي بيخلينا نتكلم، اللي بيخلينا نرغي. حصل ايه؟ ايفن دول لو حد من صحابه حكى له حاجه، او حد من صحابه البنات وحلفه ما يقولش، عمره ما هيقول. يعني في الحته وانت دي ما برضه بتغيريش من حاجه زي دي؟ ما بغيرش من صحابه البنات لاني عارفاهم جدا وبثق فيه جدا. يعني بحس ربنا يستر بقول لك واحساسي يطلع صح. ساعات الستات بتبقى واثقه قوي. انا بشتغل طول النهار بس بحس لا، يعني بحس كل واحد فينا ليه صحاب زي ما انا عندي صحاب، اكيد اللي هو عايز يبقى عنده صحاب. ثقتك فيه ولا فيهم ولا في في الاثنين؟ الاثنين. في الاثنين. طب لو بس ظهرت، الرجاله تثق فيها اكتر. عمري يا ليلى لما حصل ان ظهرت واحده واحنا بنحس واللي هو دي بقى انا موافقه على كل الا دي. في بس مش بقول له ماليش فيها خالص. ما تبينيش ان انت غيرانه. لا بقول له بقول له ما بستريحلاش، ما بحبهاش. يمكن في واحده في الاول
تقول له لا مش حباها خالص بقى، دي صاحبتي جدا. قلت له مش اما هتبقى يكمل جدا على فكره. بيكمل. هو عندي جدا مم. جدا. انا افتكرت الموضوع ده دلوقتي. يعني مش هتقولي له ما تكلمش كذا. يعني فاكره خناقه من خناقاتنا اللي كانت جامده جدا وبجد يعني بعد الشر كان ممكن ما نكملش، كانت تافهه جدا. او الخناقتين بتوعنا كانوا تافهين. فيسبوك حد كتب له حاجه قلت له شيلها وما شالهاش، وما تقوليليش اعمل ايه، ولا مش هشيلها. فاهمه قصدي؟ فاهمة. بس برضه خدت حقي واتخانقت، بس ما شالهاش برضه، تصدقي. طريقة القول هو اللي ممكن يخليه يعمل او ما يعملش. يعني لو خدتيه بالراحه يعني كده عشان شيلها هيعمل. دي راجل برضه اللي هو لا يعني لو بالراحه كده، على فكره ولد وبنت حتى لو حد مضايقني ايوه طبعا. بيتضايق. مم. عنده لا ممكن لو بالذوق لا ممكن مريح. يسمع. لا مش بيضايق يعني. هيضايقني في حاجات، في حاجات لا سلس فيه، مش متعب يعني. مش بس بتبقى الجوز النكدي دمه خفيف. الراجل اللي دمه خفيف ده رزق فعلا، لانه بيخلي الحياه لطيفه كده. بس على فكره والله مم. مش حتى كحسد، ساعات يعني كان بيجي لنا خناقات لا ممكن تطول. يعني جالنا فتره في سنه من السنين لا كانت علاقتنا وحشه جدا، او كنا على طول بقى انا شغل وهو شغل مش لاحقين نشوف دي بعض. كانت شغلي سنة فيري كام؟ ستريسفul. 2020 في الكورونا، بعد كام سنة من 2021. الجواز؟ لا كتير. 7 احنا بقالنا 10. 13 سنه وشويه. اوكي، يعني قولي ما هما بيقول مثلا لك الهرشة ال7 وال11. 11. 11. اه ما حسبتهاش كده بس كنا بنتخانق لا خلاص يعني. تقدري تعرفي مين السبب اللي كان في المشكلة جاية من مين فيكم؟ حاسه انا اللي شغلي فيري ستريسفul فكنتش بتطلعي مستحمله عليه. حتى حايل. فاهمه قصدي؟ او خناقه تافهه جدا مش عايزه اقول لك. يعني مش عارفه بيقعد حاجه شوقتيني عبيطه اعرف. قوي. ليه بقى؟ يعني مثلا يقعد ينزل لي صور، انا مثلا خسيت شويه بقيت بهتم اكتر، باخد بالي هعمل شعري ازاي فيقعد ينزل لي صور على الفيسبوك بكرهها. ليكي؟ فمثلا ليه في عيد قاصد ميلادي قاصد اكيد يضايقك؟ مش قاصد، بس قلت له كذا مره من فضلك قبل ما تنزل الصور وريها لي. جمالتي ايه اللي ايه قطعتي. اللي ايه اللي قال ليه يعني اوريها لك ليه؟ فقلت له فبهزر، بس دي كانت هزار بجد. كنت بكلم صاحبتي في التليفون وقلبت لا ساب البيت يعني. اللي هو ايه شغل المجانين ده الوقت اللي بقول لك طب اصالحه لا نستنى يومين. قلت له انا الستات بقيت بتتخانق مع جوازاتها ان هم ما بينزلوا لهاش صور لا اصلا. بس ينزل لي صور لطيفه. قلت له انا خسيت، فقال لي ليه يعني؟ قلت له عشان انا بقيت بابليك فيجر. بهزر. بابليك فيجر على نفسك. دي كانت اكبر الخناقات مثلا. لا وخد على نفسه فدلوقتي بقول لاصحابي لو عايزه اتخانق معايا هدب واحده بابليك فيجر انا يسيبنا شويه. انا اقول لك انك بابليك، انت ما تقولي. لا كانت وحاجه عبيطه مع انه بينبسط لي جدا. قال لي ايه بابليك فيجر دي؟ بابليك فيجر على وخدها بقى. فاهمه؟ كان المشكله يعني حاجات عبيطه كده. دايما خناقاتنا حاجات هبله بس بتكبر. لو زعلانه من حاجه اول حد بتجري عليه هو ولا حد تاني؟ هو او عندي يعني واحده احنا من كستات صحابي بيجي جدا. لنا احيانا او حاجات ممكن اخويا. تقعدي وتعيطي لو عايزه اطلع كويس بصي في حاجه الفضفضه حلوه دي. قوي والله العظيم عشان الناس ما تقولش هي طالعه تبين ان هم بيحبوا بعض. بس عارفه في حاجه بحبها ايه؟ مش دايما الناس بتتغير والصحاب بيتغيروا. دايما ممكن انت تقولي سر لحد او تبيني تظهري نفسك قدام حد، فلما عيط تختلفوا بعد كده تقول لك ما انت فاكره لما عملتي كذا. خالد في ميزه حلوه قوي، عمره، انا اسفه يعني على عمره ما يعايرك بحاجه. يعني مثلا لو بنتي حصل لها مشكله رهيبه وانا متضايقه منها وعملت حاجه ضايقتني حتى لو حاجه عبيطه، هيقعد يهديني. بالعكس هيقعد يلاقيني مخارج ايه ده ما كل الولاد. ولو حاجه وجعاني انا قوي هحكيها له هو او اخويا الصراحه. بس احكيها له انا اخويا فيري كلوز برضه حبيبي يعني. بس هو الحلو فيه بقى انه عمره ما هيرجع بعد خناق 10 سنين يقول لك فاكره لما بنتك كذا ما انت اصلك حصل لك كذا. عمره ما هتحكي له حاجه وجعتك وهيعيدها تاني. جوزي يبقى صاحبي ولا ما يبقاش صاحبي؟ هو لازم يبقى صاحبك. اصل بالوقت بتزهقي. ما انت لو عشتي في وش نفس الراجل ده لو مش جوزك هتزهقي. لو انتوا مش صحاب، الصحاب هي اللي بتخليكي اللذاذه والعشره والموده اللي بينكوا دي هي دي اللي بتخليكي ترجعي. غير كده اكيد هتزهقي. اذا كان بنزهق من كل حاجه. العشره دي تبقى هاديه ولطيفه وحنيه وكده ولا تبقى مرح وسعاده ودم خفيف؟ مرح وزعل وفرح
وبتجربوا كل حاجه مع بعض، مشاكل ولادكم، يعني مش ولاده دول ولادي وبنتي بنت، والحاجات دي بتفرق وبتقرب قوي لما تحسي ان جوزك حنين على بنتك. طبعا دي حاجه مهمه جدا. والزعل والسفر والخناق وتعرفوا بعض، او الخناق نفسه ساعات بيخليكي الدنيا مش كلها فرح ولا نتخانق كلها عشان زعل، نتصالح، عشان نعرف قيمه بالظبط، بعض. وعشان كمان الحياه صعبه قوي قوي، يعني انت وانا الدنيا بقت سهله على اي حد. لا خففي بقى من صعوبه الحياه وكلي في شغل. هناكل ناكل في شغل.